يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. اجر تفسيري ديك ابو جبون يقبحنا قرآن والشيخ قج قرآن زات سن تفسير دري حلقة بيقول يدرس قرآن تفسير دري اجر ديك يقبحنا زوجته. فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. قرآن شا تحن مهتج دال أوبشن حادث حكم دلي قج مهتج لقن والدال حكم بولي حدث حدرج داد وجه بيقول دحون زوج. في حال درسه حاضر إذا دال دنحم حارم داتن آية دال دوستة تح آيات شكع دال دنحم ما يقي دال قمنا جعيدة نر لقي حمط إيه شده خادنر كيرت حمتي خادينر أنا إشت أن بيقول درويس. فإن أعياك ذلك يوخ نقع سنة حون قرآن تفسير كرت دواء يوخ نقع سنة قرآن آية تفسير القرآن تفسير ديش حون حكر تدواغي فعليك بالسنة يوخ حون تحدث يوخ سنة الثانية حجيوس يوخ القرآن ما عندي فإنها السنة شارحة للقرآن القرآن شرح ديش دوحون زوخ القرآن آية دواش دوحون زوخ وموضحة له إذا حبل قول ديش دوحون زوخ سنة. بل قد قال إمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي إمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي كان رحمه الله شافعي وق إمام مثاب دا وقر شافعي كان تنخ كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دال إلشنو ملدياد الحكمة فهو مما فهمه من القرآن تو قرآن حقيقة ما بيحمد شانس دال إلشنو ملدياد حكم دال صن قلتنا قرآن الحقيقة هذا شانو شافعي كان. قال الله تعالى دال قرآن شو إنا أنزلنا إليك الكتاب وهو يجيد دس دات حجور دال بالحق بقدو جو لتحكم بين الناس أدم يقع حكم ددو جو بما أراك الله دال حين خيتا شو دال لكن وش دال حين دكتس حدوش حمن جح لكن والدال حين خيتر جح حين دال خوان باج حمغه دال حكم ديو حجور دال ناخا يقع ولا تكن للخائنين خصيما يودال تيشابو باش ناخا تان توت مخلع يودال بقبش مخلع يودال. وقال تعالى دال قرآن شو وانزلنا إليك الذكرى حيوك دوست دات يودال يحيق من قرآن حنا لتبين للناس عناخا بلقل جدوش ما نزل إليهم دال تان دوست دات وجلحم ولعلهم يتفكرون تناغ إلى الجوش. وقال تعالى دالخ وما أنزلنا عليك الكتاب حو كتاب مدوس دادات واخ إلا لتبين لهم أتان بلقل ددوج ماركا الذي اختلفوا فيه إجباش بين دوج حما أتان بلقل ددوج ماركا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إمد الله شناخا نيس نقبوش قخية تنبوش دوستيات أيو دال القرآن إيش آية جو إمام شافعي شو حد والده دليل ده سنته دليل ده سودال دار إلشنو ملدي حكومة قرآن تحيي خلر ديس. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديال إلشنو آنت ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لكن والدال قرآن دنشانسون إس قرآن مو تعاقد دنشون يعني إمام شافعي بيغمروا ده سملتن قرآن دنشون يو إلشنو إس قرآن مثل تعاقد دنشون يعني بيغمروا ده سملتن تعاقد يعني السنة ده بيغمر ده سملتن والسنة إلشن سنة يو أيضا تنزل عليه بالوحي السنة قرآن سنة تنق وحي قحش دواج دحنو سنة إلشنو شيغر أوج دات إلشن شيغر أوج دوش دات سنة دال تنق ديا وحي دحن الزوخ كما ينزل القرآن قرآن عدل دوستارا تر دوستار دحن دال سنة دوخ إلا أنها تعبقد تانيقي قصد ملابر بياتش أنها لا تتلى كما يتلى القرآن السنة قرآن مو ديش داتس قرآن مو لامزة ديش دات سنة حديث ديش دات. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي شدوال دي دوجه دليل دحونس حد في الملعب دي دوجه دليل وجه إذ آية تجي حديث جه. والغرض أنك تطلب تعبغد بصب سجي واجب سجى دي زفت يا تشوختو أنك تطلب التفسير القرآن منه القرآن أتذكر قرآن آيتي معا أتذكر ده حنيقر بيغمر قر توق دعاز دي سمالتن اجي على قرآن حجوحة قرآن اشديتي فإن لم تجده فمن السنة تحجوحة قرآن ما عندي يوخ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديال إلشنو أنش بس يوخ لمعاذ بن جبل حين بعث إلى اليمن يمن مهك معاذ بيغمر ودعوه تشخانة ديال صلم قلتسنم
شي دعوخ لها شي صحابي شنك معاذ أنت بما تحكم حن ثاني قل أنت يمن مك نمودي جنة يمن مك ناخذ عقاتش قل حن تسجعها حقل يش حمي قسنس قل جاياتش قال معاذ أنت بكتاب الله ديال كتاب تسجاس قل أنتو قال فإن لم تجد نقع سن أنتو حن قراش حن كرت دوغي أنت قل يجلو حن قراش كرت دوغي دق حن تسجان قال بسنة رسول الله إلشن سنة ثاني جاز أنتو صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد نقع سن سنة تجا حن كرت دوغي أنت بيغمروا داس خدان قال أجتهد رأيي ولا آلو قحي قداس أنت على قادلو تيش قحي جا حكم أرض اجتهاد قص اتدع دي شبه مطعم تخوج دقص القرآن آية حديث قاشي حم كرت دشة عالم سجو اجتهادي باجس عالم سجو اجتهادي حق دو عالم سجوس اجتهادي حق دو عالم سجو توقع حيجا شيء حكم أرض قداس وقت شو نقع سن قراش سنت سن حكرت داغي حنياش بيغمروا أن ده سن غلطن عالم سجو اجتهادي حكم أرض حقن قراش سنت تشين حكم كرت دش تو عالم سجو اجتهادي توقع حيجا حكم أرض وقي تو أرض يقع حكم ميسخلي تنشمي على البيان بيغمروا ده سن غلطن نقعت الحكم خارج خند اليان لقن ولدال تحمل لوتن أن إلشنو ده سن غلطن معاذ وسأنش دع إلشنو على روح ده سن غلطن فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره إلشنو إشناقة كل تغيرتن يخ الحمد لله دل خاصن به الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله دل خاصن به يارتو يخ دال إلشنو دعوخت وجول سجى دال توفيق دال نيس فيش أنا إلش لاز وش بس نيسون أن دل خاصن برضو بيغمر ده سن غلطن وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة يخ نقع سن يخ ابن كثير رحمه الله قرآن قاهية سنة قاهية بين تفسير كرس دي شوخ رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة إلشن أصحاب جديش قمنا قاعد توج دي يخ نقع القرآن آية معنا في قراش كرد ذات يبيغمر حديث قاعد كرد ذات دي سنبطن يفدد دي آتش أصحاب قمال جدي صحاب جدي ليس خلصان سار قمال حج دي يخ صار في أنت آية قايو فإنهم أصحاب جوخ أدرى بذلك يخ قرآن إحدو شرق بوجوخ لحنا لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي يختصوا بها عن القرآن عمل دو سجخان السندوح ديساد ملا زامنش ديساد ملا بحن ديساد إيش تيش خندير إيش خوش خندير ولما لهم من الفهم التام تارقيت مجعا خندير والعلم صحيح نيس علم خندير والعمل الصالح أنا عمل تردقوا خندير لا سيما تحقق شيء شيكويات علماؤهم وكبرام تقست أصحابي يشتقي خن عالمنا تو أصحاب يشتقي خن بوحقا شارك حاجة شوخ كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين نيس بوشنا إمام مشخن بوصل من قاستا ويخليفة قاعد حاجة شوخ صار تفسير قاعد حاجة قيت تشعر دزو وعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود تفسير قاعد حاجة شوخ قال أبو جعفر محمد ابن جرير زوخ محمد ابن جرير وقت مفسخن عالم صغير تو يوخ حدثنا أبو كريب ودي سلوخ شيق جابر ابن نوح ودي سليان جابر ابن نوح زوخ أعمش ودي سلشيقوخ أعمش يوخ أبي ضحاز يوخ عن مسروق غلاتة مسروق تابع عالم صغير مسروق زوخ قال عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن مسعود يا روح ديالاس خلطن والذي لا إله غيره شيوات قد تعوج شيوات قد حق شيما عبادتي حق وشوج الله وتحني يغدو بؤاز يارتو ما نزلت آية من كتاب الله ديال كتاب قد آية مدى سادات إلا وأنا أعلم سنت خوج ماركا في من نزلت اسحني قاعد الساد خوج وأين نزلت مش عد الساد خوج معه ولو أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني سيلة إحدث ديال كتاب خوسيكسون بعقدي شو عبد الله ابن مسعود زي تناله المطايا إذا قاعد سنحيبت خن دعوة مهتك لوتشي لا أتيته أزور دعوة حامد در أزيوخته وقال أعمش يوخت حاقنا عن أبي وائل غدوتسو عن ابن مسعود وآلر عن ديالاس خلصن ابن مسعود زوخ كان رجل منا أصحاب يقول أخي مسبر شوخ كان رجل منا إذا تعلم 10 آيات أصحاب يتقون آية عمد شوخ لم يجاوزهن آية الإحوال تنحون زوخ حتى يعرف معانيهن معنى قيت دولت طبعا اخي دق لستوك دقا عم يسعش آية شو عم دي بولجها آية دقا عم بجبارت آية معنى عم دي بالجخ
والعمل بهن تؤت آية عمل يلت دي حبالت الحنجوخ. وقال عبد الرحمن السلمي شيوخ قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا يوخ. عبد الرحمن السلمي شيوخ تخون قرآن حي خاشناخ والر يوخ تخون قرآن حي خاشناخ أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم ديل إلتشن القرآن حي تبر جوختو ديل إلتشن القرآن خيتر تاريخ. كانوا إذا تعلموا 10 آيات مش بريات شو إت آية عمدة لم يخلفوها إت آية تلتيح بالتنحوش حتى يعملوا بما فيها إت آية قعملوا عمل حيلت من العمل تطيع. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا إشت عمد الوغيوت قرآني عمل شيء عديشة تعيش تياخد الوغيوت إشت عمد الوغيوت آية صحابة دي سلطان. ومنهم الحبر الأمة عبد الله بن عباس أصحاب يقي تفسير أخو تاريخ نوح أمة يقي أمتي عالم سجوان دقل يقنو عبد الله بن عباس دياليس قلتن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديال إلتن ديوشي وعباسي وعوس. وترجمان القرآن قرآن ما عندش قرآن ما عندوش خنشالاوس ببركة دعاء رسول الله له صلى الله عليه وسلم ديال إلتن وتن ديال دعاء بحندوش حيث قال ديال إلتن أنت اللهم فقهه في الدين وزن ديال ابن عباس علم قيتش عالم سقيلا أغنى وعلمه التأويل قرآن ما عنداش خوش عالم سقيلا صغيرنا. وقال ابن جرير جو رحمه الله حديث هذا عبد الله ابن مسعود قردوت جرير ابن مسعود جو نعم الترجمان للقرآن ابن عباس أدو ابن مسعود زي مديك قرآن دواشوش إيارتو يوخ عالم سقيلا إيارتو يوخ. عبد الله ابن مسعود يوخ دياليس خلطن يوخ مات في سنة 32 على الصحيح. عبد الله ابن مسعود تحول في آن نقص يا الله حدوبيا صوت هي قرآن ديك يا أخو سكلتش زوج عوضه عمد الدراسة إز دخل خشخانة قوسق على شيء تقاش شيء دي خنوس تريد سدوا ليت خمسة تريد سدوا شو دي شيء عبد الله ابن مسعود دخل خا عبد الله ابن مسعود دخل خا شو تيها اس ابن عباس دياليس خلصنا تريد شيء ليت يا غوس حلو عاومنا تريد شيء ليت عبد الله ابن مسعود دخل زواج شو عبد الله ابن عباس تريد شيء ليت حلقه ابن مسعود تيشل دي شو اصل عالم سجوان مدق علم قاقي ياخذ ابن عباس وقم يا اخي يدقاتل تدق غيا خاش داغت يلخيت راس غيا مدق علم عم ياخذ سيوخ ابن عباس غيوها الاعمش شيوخ ابي وائل دوتسو استغلف علي عبد الله ابن عباس عيل بتشح وشخانه عيلو عبد الله ابن عباس وقتاو حجو دو بوخش بوصل ناخ امير و دا وقتاو توس صح واقع عبد الله ابن عباس فخطب الناس يوخ عبد الله ابن عباس وشي حجو دي حلبغا شخانه تيجي خطبه دي شرطو يوخ تيجي حيخن برحن يوخ فقرأ في خطبته سورة البقرة دي شرطو ثاني يوخ تحق رواية تقحى سورة النور دي شرطو ابن عباس حيخن بشخان ففسرها تفسيرا يوختو تو عدي شخان دو قرآن سورة تو ابن عباس وشعار تفسير درتو يوخ شعار معنى جديا شرحن يوخ لو سمعته الروم يوخ تزامن يوخ روم وزنتي تسان دخزت يوخ والترك وترك دخزت يوخ والديل ما إيراني مقبقص إيران تسان دخزت يوخ تو تخان ديش دو تفسير سان دخزت لاري يوختو لا أسلموا تمسنا إمدلا خدلو إز حمد دخزت لاري إمدلا إزلوتا إمدلا إزلوتا شعار خزدي أشدو ابن مسعود قرآن معنا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي يا شخنو توجد تفسير هذا واقع عام سجوز تو إسماعيل ابن عبد الرحمن دقق شي حقو موضوع تفسيره عن هذين الرجل شنقون حقو سيوخ ابن مسعودي ابن عباسي رضي الله عنهما يوخ. ولكن سبق يوخ في بعض الأحيان يوخ تحيوش خانة ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب. تو عبد الرحمن السدي شو حاط عبخا جاي نص ديخن بو أهل الكتاب تسار قمياوش حقو سيوخ دا توراة شعري انجيل شعري شين خزا خن دوج اهل الكتاب خن قماوش دي ايش قماوش حقول حنصيوخ التي اباها رسول الله اوتشن وشي مقدي خن دوج دول فيغمروا قالوا عليه الصلاه والسلام عند يصوم قلتنا بلغوا عني ولو ايه تحا ايه قيك دي سوغر ايه دقيق دي انت فيغمروا دي يصوم قلتنا وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج انت بنو اسرائيل غلياتا تاريخ غلياتا قماو دي انت اوتشنو نقول يات انت اوتشنو تقنا وجهات يعني.
ومن كذب علي متعمدا شي لعمي ولسون خاص تقي كانت اوتشنو فليتبوأ مقعده من النار جوجت شي داقس ويقول دايت الان بيغمر ودا صمتم اصبح عند وجوه عبد الله ابن عمرو وغدا راس خلصن قد اصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب الكتاب يرموك غزوه وشخانه غزوه شي كوت بان شخانه عبد الله ابن عمرو شور يجزا اهل الكتاب جينش ايش خنتون كرده تخيل فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك إلشن وتسارع قميال لا تدي مجد دشون إلشن وآلرا دقة قميال جي قصة جي حقول حمتيوخ تسارع بدون دعوة دوش حماش ولكن تعبق ضيوق ابن كثيرس هذه الأحاديث الإسرائيلية تبنوا إسرائيل شكل حضوة القميال جوخ تذكر للاستشهاد فيشر أنه حضوة القميال كتيشل تسمى كحاضر دهت حنا جوخ لا للاعتضاد وشرعا بوشعا بيان حاضر دهت جوخ وشرع اجد وقت شعاغ نلاحظ ده شرع شعاغ لاحظ صاحبتي ايش اذا حن حاضر ده شرعنا تام مش حد يحكي حما كاك سيدي تستفسر حاجه ما دهت حنا جوخ فانها اسرائيليات على ثلاثه اقسام قد يقيق حنا جوخ احدها تعالى حلق الرجاء ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح تعالى تحيوز إسرائيليات تجحنا بقي وش حياك بقي لك شناخو بقي لك خوي نوخ نغاس فيك أوتشن وحيان حما قاعد توان بجدلي قرآن آية تسان نغاس بقدش إجدلي في أوتشن حديث قاعد توان بش حد يدلي القابض يحيي سيوخ والثاني شرع درا ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه خوارت سويلش أوابش بوجد يوت حدول حدين قميالش نال فيشر أنا دحول دش قميال حدول بنو إسرائيل شكل إس قميال خاص ده يخطوش دوي إس قميال قابل ده حيش ده أوابش بود هذا أوابش بيعنى شر وضح يوقف يجوخ قال هذا الضاق ده ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل قال هذا الضاق ده هنا حيوان إسرائيليات جايين عم يشتوخ يويشر عنه خد خارت تايواتش يقابل له حي تايواتش يوخم تحقق بشرع انه تنحم حاجه ذاتجه حيواجه انه حيوا اسرائيلياتج صفدوا يوخ فلا نؤمن به يوخ تن اجري بقى جاتجه ولا نكذب يخارتي شاتي جوخ وتجوز حكايته لما تقدم تبقى ده حاخي شي جوخ يوتي شي جوخ حاخي شي جوخ وغالب ذلك مما لا فائده فيه تعود الى امر دقه من الوجوه اجمو وجوه بشريعته يا حارم ما يحان لا يواجه اجمو اسرائيلياتج تعقدن قاعد بيت بيجي زي دجي حمل خلط جوخ تعقدن وتعواقد يعني تلك مش حمل خلط حنا جوخ ولهذا يختلف علماء اهل الكتاب في هذا كثيرا يوخ اصبح عند وجه جبنوا اسرائيل حدوا قصه جه سل باش دوجه صار شيء اهل الكتاب وعال مقطعه باش بين خلرا باش حق وجهنس وياتي عن المفسرين خلافه بسبب ذلك اصبح عند وجه في أمة المفسرين القرآن تفسير ده شرح حقوش كان أجي أصبح عندي قوس من بعض ثاني قيوم أجي بيقولوا عنه دق رازن تبقى ما شو حقودش كما يذكرون يوم مثلا يوخ صار حواخدوا يوخ أسماء أصحاب الكهف بيشير شبه بخنبول نخبي بيشير يرجعلي ورصق ورج قصق ولا حدا متقق مثلا تاترج يوم بيقول له صار يوخ تاترج حناك كنية تاترج يوتشنا مثلا حنا تاترج حياة قيات بشريعته بقول لا ياتش تعبد أهل الكتاب يقولنا حياة يترش يرج يعني تترش باش حياة حتى لا برت بوجا قيات حياة ترش ولون كلبي الموت تاخنه دوج علي دي الله بس هذا ازو حاجات صار حياة إسرائيليات شكا وعدتهم مسق ورج أنا حاجات صار وعصى موسى من أي شجرة كانت موسى بيغمر دي صمت بيا لا عاس ملا جانغ يحقي ازو حاجات صار واسماء الطيور التي احياها الله لابراهيم دعا ابراهيم بيغمر يويا يحدثني خنجوق اي جي اخر جي اجمل اخر اجو حادثه دا قران شيوق دا ابراهيم بيغمر دا سمت الله كان يا الله انت اي دنج دو حم مش دين دو حبر ديت يعني ابراهيم بيغمر دا سمت دا لو ابراهيم بيغمر امدلا يتيح تو حما تيش يتيح وسو وزن ديالو سيدغا تنبي تبرازيو وزن ديال لكن والله لا أنتم يقايك حيت أنت لكم والله يقايك حقيتي حتى حينيق يدق داق أجا يئين ضيق أنت تلتي حال قايك أنت لكن والله حو رازني تيتي بعد الله مش تبيحك أنت قايك أنت تلتي عاد أجاني عليه حيول أنت أساك أمر دي أنت قايك أنت إجديني نخ حيول أجواني أنت
حون خال أن نقن ودالة الله شيء مضى حمد عن سقاش ولقيه شيء مضى حمد رقم الله حكم الله نساد ولقيه ترى إيش ملاك أجيش خني يعني ملاش خني إيش حاقي إيش تطبهابش بنو إسرائيلش دا موسى بيغمروا دا سموتون قمر دا خني وجو جاني اسم ملاك جاني أنحى يا يسار دا إيش مودو حماجيس حدور إيش دا بنو إسرائيل خدي قمر دا إيش مما أبهمه الله لقن ودالة وين حول دي حماج دي إيش حن حول دات يا شيوخ مما لا فائدة فيه تحق شين جح فيد باسن دير إيش خين در يعني تسونجا حبا فيد باسن دير إسمع لقن ودالة حول دات إيش وقته ولكن سبق ديوخ نقل الخلافة عنهم تاريخي خن جو باش نجي إيش حاجة مجة شريعته دا القرآن شو حاجة ياش بس دا اللي القرآن شو سيقولون تار أدعو نيوخ دال توجك أدعو لقن ودال ثلاثة تبشري خنج قوة أدعو تار دال رابعهم كلبهم تديلاش عيد دريان بشري خنج بانخه تحلخر تار أن قوة أنتر ديلاش عيد أنتر ويقولون تأدعو نيوخ دال خمسة بخي ورش سادسهم كلبهم يخلص عيد تأدسو يوخ رجما بالغيب يوخ دال شاش علم دواتي عيوخ دال شاش كد عيوخ تار يوخ دال أخيوخ دال ويقولون تأدعو نيوخ دال سبعة ورش وثامنهم كلبهم باخ لحد جيد أدعو تاريخ دال قل عداء لو دال طيمرك ربي أعلم سأل الله هذيك مخو بعدتهم اجمل مسل خنب ما يعلمهم إلا قليل اجم تارغ لاتا علم نقن والدال مدى شو دال تحك ازيد ناق ماكي لقن والدال اخيو دال طيمرك فلا تماري فيهم والدال تار تاني تغلاتا مقو سو لقن والدال إلا مراء ظاهر عطول داني تندر حمدال ماكا تاتاني اقلب لاتا مدى يوغ دال طيمرك قد يصمت حم قوشو ولا تستفتي فيه منهم أحدا تارغ لاتا تسحم تدعم خاطو دال حتى غن بيت جاجي وصار ترج حماجي تبنو إسرائيل حي تميش لكن والدالوخ تار مخيت يوغ دال طيمرزه تارغ لاتا تحم حنا تا شي خيت راي موترا تا قمل تا دوتن دا سنخ تعبق لكن والداله حواق داتس تعليق يخن قوس مدال حواق باب ازمن قوس حواق بيش بصل ناق تعليق بوجبل نو تعبق ده شوي شر انه مقدر دار حمتي قابل دي حيت الشات ناش شريعه ما قاعد تنقع خد خادم دا بيس حمه حاضر معك يبق ده يا خاص ده ازدت شوش دات حم لكن والداله حن قرعه لكن والداله حواق داخل اليوخ حال ابن كثير زوخ فقد اشتملت هذه الآية الكريمة يسيد لوجه الآية توخ يعني حاضر عند الآية دي اشقوا وردي واجعي دليل على الآية توخ على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا يوخ آية ذا امدلا ناخا حيخة تنصاروخ غوقي تان امدلا ناخا علم حمشت اسدس تان علم حيث تنبر دوحو نوع دالتان حيخة يوخ فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال يوخ لكن والدالة تبنو إسرائيل غا تاريخ قوق من الحاضر الدال ضعف القولين الأولين أجل حلقة شقة من الدال حاق ديها تشقة من الدال يختيغات قصة قور دي لاج عيد دالي غرية بخصة قور يجي ياخلاج عيد دالي غرية شقة من الحلقة من الدال يختيغات تار وسكت عن الثالث قال هذا الحلقة من الدال خارت الله دتات تار ورسة قورش بعض عيد دالي غرية لقن الدال تتيح لقن الدال قص حم خارت دجي الله تدي على لقن ودال صوت هذا اسمه تو دال خارت تدج يبقى تدش تا عالم ابن كثير جو نقاس خارت قن لقن ودال خارت ديان دغ دا قدر زوقته تعبر ده لقن ودال شي اوش دي انت نيس فاح ودال تنا حبا بيت بوات نديره تنا غلاتي قوس مقوصلا شغلاتي حم تبنو اسرائيل دعم خيط لعين فهذا احسن ما يكون في حكايه الخلاف اجر توجا يوش بس تانيقي خنجو باش لو حاغ يرى نقبح نزوق أن تستوعب الأقوال مثلا ابن كثير زوج مالله دي حنا عالم نخ باش بيان نجلو قميالة حناخك حوار دي والي يختو حنتيها حن خادية أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام عيغناها يقي عالم نخ باش بيان مسألة حي والي إش باش بيان بوز ملدو قميالة دليك قميالة حقو دي بيان خل يتسع مثلا دي مثلا باش نقميالة حادي والي أبو حنيفة صمالي عنده حم خادية يتسعون إمام مالك وصملي حم خاد يتسعون إمام الشافعي وصملي حم خاد يتسعون إمام أحمد حنبلي وصملي حم خاد يتسعون حوزنا كلام حي ولي إيش قمع حقول دي أخذ يتسع يوخ إيش قمع حقول دي ما أزمن قمع حادي يشات يوخ
وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل عاول نغباش ما قام حواغدي والي يوختو أدما دابل ديز أيوخ تايدا نيس صادر مناظر خاطر مناظر وتذكر فائدة الخلاف وثمرة إيش باش بالر بحن حواغ ديز أيوخ إيش حندو باش بنبي تباش بالر ملاغدي حنتنا جوب حقن حواغ ديز أيوخ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة فيه يوختو هني أجدار بيت باش تو حمد جاها جت القوس من دقلات باش فتشتغل به عن الأهم فالأهم هني أجدار شيء ده بيت باش تو عاوبنا قوس من خاطر ديك تحدق ناقة يقدوس وياش دال حين صو توجر دو داد ودو شرعا حين واجد مسألة تجدد أيوختو فأما من حكى خلافا في مسألة يوخ نقاس مثلا سقوط مسألة بيتات ولم يستوعب أقوال الناس فيها تعبغدتو شيدوش مسألة مسبو عاوبنا قماش قول داتو فهو ناقص از إيشا دعون تقمالوخ إذا قد يكون الصواب في الذي ترك وحني يوقف عقيل على مسألة حاضج تنقل عاوبنا باش بهبن أحواخبج إبريك عاوبنا قمال حتى دوالدش يوقف حتى دوالدش دتار قمال دي يوقف إز ميس خلطر له يوقف أحي علم كذا كلارا كذا قول دات حين خل مناق رتارا أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على صحيح من الأقوال يا مثلا عالم نخباش بهم أن مسألة ضحى ضوء يوقف نيس صدر مادر ناخ دالت أيوخ فهو ناقص أيضا إذا حلقة دمو إيش هذا يوخ فإن صح غير صحيح عامدا يوخ فقد تعمد الكذب يوخ نقاس عالم نخباش لنشحا خيعة تبقى ده حين خوجها خاطع يوجد ميني بقيعة حين خوجها خاطع يوجد ميني بقيعة مثلا عتنا كوت وارديش خنولي ينا هيق يعني تموت تجيش خنولي تحول بيغمر ياغاش بس ديال سن بولتنا حيلوع مين وخاص تقيل عشان يوخ أو جاهلة نقاس حين تخارات حميسات مثلا أو من قماش حق دات تبقى ده صار حين خيط رايدي صديان مثلا يوخ تحت غلط ونوح يوخ وكذلك من نسب الخلاف فيما لا فائدة تحته يوخ اشتدوح نوخ أو سشتو غلط وراضوح نوخ شيء على بيت باتشو عالم هيقي قوسم دو مسألة أحواض يوخ أو حكى أقوال متعددة لفظا نوخ ويرجع حاصل إلى قول أو قولين نوخ معنى نوخ فقد ضيع زمان نوخ مثلا تحوى سقوه تحندش الثاني يشندش الثاني حواغي يشتو جو رزنا قلاسي عالم هيقي خنجو إذا ما سيت تنياق حواغي يحنسو مثلا تسمو سقو يوختو شيخيا يحنسو زيح شيخيا سقو يوختو وتكثر بما ليس بصحيح نقاسن جت تردي عن دستوير نيواتو جو خلافش عاوم باش بيان بلي شيتي حبوخ بواتو جو عاوم خيقي هن قوسم ادوك حبش حوالي فهو كلابس ثوبي الزور شن دي حنا خرطون برز قطلي خاص اقول حنا زو از خرطون شبر قطلي خاص اقول يا عرفي اخل دياتش بيغمر صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى فقد كلابس ثوبي زوران شيدادو اتجدو حما نا خيقي شيدات يعني از بلغو داخل وزوسك انت نا خيقي شيدات يعني نا خيقي دوجه سجه خرطون شبر قطلي خاص اقول زانتو خرطون داج نا خ موت حمدا شو بيخا وزو داردس حنا شبر قشط بيخا وزو مثلا أنا ساخ لجوا تجح مثلا ساخ دنوشي يعني ناهي بوجك شي قيك يوتو يا مثلا حجول ديواتو يعني شي بيلقوا يقاوتو مثلا يا مثلا لامزي وش يعني بيلقوا ناهي شي غور يقاوتو شي دادواتو دو عم شي خندواتو دو عم خند يعني ناخذ يقي داقره اذا تنتروجو ابن كثير رحمه الله نعاوم ناهي قوسم بان مجبوط هذا حق شي ناق حوايجي تحاج شيء تاع بيت باش ده مسألة دجى دق حقول دجى إجنا خيق دوس أجا بيت تان محمد دوس ده تاع بيت أحد دوس ده حما إز بيت أحد ده قابل ده حد سيئته إزيك خنات كدو حمتان كرداش تاعه تدي على دي عن شيء تاع يبيع من حديث قاعديسي ده اسمه دي قرآن آية قاعديسي ده تحت بيحكي ما سيت زامن شو تحيون عالم سجوتون قاع إز مقدة يتون تكره حدين تحمي على إز حرم در مقدة غير تجي دليل قماش حقول يقول دي تبانو إسرائيل سنة إيش فتاوى بعتي له اشتغل نحو في زامن شو تبوز بوس الحمد لله رب العالمين أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله